السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علشان خاطر ما اطولش عليك كتير لان انا عارف ان انتوا ما عندكمش صبر، انا مقسم لك الفيديو تحت في الديسكريبشن. قبل ما نقول الكلمتين دول، احنا ليه اصلا مقسمين لينكس يعني؟ ولينكس اصلا ليه توزيعات كتير جدا، فانا عايز اشوف اي حد اللي هو عنده حاجة ان هو يتعلم، ان انا اقول له يا ابن الناس انت ممكن تتعلم بجهاز حتى لو كانت امكانياته 512 ميجا بايت. يعني مش بقولك ان انت يكون معاك رام جيجا ولا معاك رام 2 جيجا، يا مفتري اللي عايز جهاز يكون رام 32 جيجا. لو معاك 512 جيجا بايت انا هقولك ازاي تتعلم، مالكش دعوه، مشكلتك انت مش مشكلتي انت بقى. والفيديو دوت مش كمان لاي حد عايز يتعلم سايبر سيكيورتي بس، ده لاي حد عايز يتعلم فرونت اند باك اند، عايز يتعلم الجيمز، اي مجال من مجالات البرمجه. احنا هنشرح كل توزيعه وتكون مخصصه لايه وتناسب مين، وهنيجي اديك في الاخر كده، وده برضو هتلاقيه مقسم للفيديو، التوزيعات اللي هي تقدر تشتغل على اي حاجه يعني، اللي هي بتشتغل بقى على الاجهزه الميته، اللي هو فعلا لو معاك جهاز 512 ميجا حملها وتعلم عليها بقى، تتعلم عليها بقى فرونت اند باك اند سايبر سيكيورتي، ايا كان المجال اللي انت هتتعلم هو هيشتغل معاك. فمن غير كلام كتير كده لان انا ما بحبش المقدمات، يلا بينا نخش في الموضوع. قبل ما نتكلم عايز اقول لك على 10 اسباب تخليك ان انت تحمل لينكس وما تخلكش ان انت تستخدم ويندوز لو معاك اجهزه ضعيفه. ليه يا سيدي؟ هقول لك رقم واحد، ان هو ما بياخدش كتير جدا من الهاردوير. تيجي تقول لي يعني ايه ما بياخدش كتير جدا من الهاردوير؟ هقول لك يعني استهلاكه قليل جدا للرام، تعرف تشغله على جهاز اتش دي دي مش اس اس دي ويشتغل عادي معاك جدا بسلاسه. وزي ما قلنا يقدر يشتغل برضك على رام 512 جيجا بايت. ورقم اتنين، ما بيشغلش برامج في الخلفيه غصب عنك. يعني انت عندك في الويندوز هو غصب عنك هيشغل برامج في الخلفيه، هي عافيه يا عم، انت هتاخدنا سكه ودغري عافيه انا هشغل لك برامج في الخلفيه. انما في لينكس مفيش من الكلام دوت كله، انت اللي بتظبط ايه هي البرامج اللي انت عايزها تشتغل. ورقم ثلاثة، هي التحديثات مش بتدمر الجهاز بتاعك. يعني ايه التحديثات مش بتدمر الجهاز بتاعك؟ انت في ويندوز لما بيجي لك شويه تحديثات ممكن يبطئوا لك الجهاز لو انت جهازك ضعيف، انما انت عندك في لينكس التحديثات بتكون بسيطه جدا اصلا. رقم أربعة، وهي السهوله، وان هو بيكون مرن جدا في التعامل. يعني تقدر تغير اي حاجه، تقدر تغير تمسح اي حاجه، تقدر تشيل اي حاجه، تقدر تعدل على اي حاجه. عكس ويندوز اللي هو بيجي يقول لك انت عايز تعدل عليا انا، ده انا النظام يالا، انت تعدل عليا انا يالا، ده انا النظام، مفيش من الكلام دوت. فده برضو الميزه اللي في لينكس. رقم خمسة، وهي زي ما قلنا في توزيعات بتشتغل على اجهزه ضعيفه جدا، اجهزه ميته حرفيا بتشتغل عليها برضو. رقم ستة يا باشا، وهو ان هو مجاني 100%. هتيجي تقول لي طب ما هو ويندوز مجاني 100%، هقول لك لا للاسف يا صاحبي، ويندوز مش مجاني 100%، واي حد يقول لك الكلام دوت حمار وفستك مع احترامي ليه. ويندوز مش مجاني 100%، وتقدر تخش تعمل بحث على شات جي بي تي او تعمل بحث على جوجل، ويندوز مش مجاني 100%. رقم سبعة، وهي الفيروسات. تقريبا مفيش فيروسات لان النظام قوي جدا من الحتة ديت، ويقدر يحمي الجهاز بتاعك كويس جدا. ومش عايز اطول عليك بقى في رقم سبعة وثمانية وتسعة وعشرة لان كلها برضو استهلاك طاقة للرام اقل بقى، فعايزين على طول كده نخش في التوزيعات. نبدأ باول حاجة بقى، لو انت هتشتغل على الفرونت اند. لو انت يا سيدي هتشتغل على الفرونت اند فمفيش احسن من التوزيعة اوبنتو، لان اوبنتو بتكون خفيفة جدا وتقدر تشغل عليها نود جي اس بقى، وكل الحاجات حرفيا اللي انت هتحتاجها بقى من فيجوال ستوديو كود، كل الحاجات اللي انت هتحتاجها للفرونت اند، فاوبنتو هتشتغل معاك كويس جدا وبسلاسة جدا. ولو عايز حاجة بقى اخف منها شوية فعندك نسخة بوبو، اللي انا بسميها بوبو يعني ما اسمهاش بوبو طبعا، اللي هي بوب او اس، اللي هي بي او بي او اس يعني. دي برضو نسخة كويسة جدا تقدر تشتغل عليها، وهي اخف من اوبنتو. بعد كده يا سيدي بقى لو انت باك اند، لو انت باك اند برضو يبقى النسخة المناسبة ليك هي نسخة اوبنتو، لان هي نسخة مستقرة جدا وبتمشي دايما مع الناس اللي بيتعاملوا مع الفرونت اند. في نسخة تانية برضو اسمها فيدورا سيرفر، ودي بتكون مخصصة للناس اللي عايزين تحديثات كتيرة جدا علشان خاطر بتكون مناسبة ليهم. او حاجة اسمها ارك لينكس برضو، دي بتكون كويسة جدا. النسختين دول للناس اللي عايزين تحديثات مستمرة. وعندنا نسخة تانية بقى للناس اللي بتدير سيرفرات كبيرة، نسخة اسمها سنت او اس. سنت او اس دي برضو كويسة جدا بس للناس اللي بتدير سيرفرات تقيلة، من الاخر الناس اللي هم شغلهم تقيل. لو انا بقى واحد بتاع موبايل ابليكيشن بقى والكلام من دوت، ايه اللي هو اللي يناسبني يعني؟ اقول لك انا اللي يناسبك برضو نسخة البوب او اس اللي انا بسميها بوبا، مالكش دعوة يا عم انا بسميها بوبا ماشي، او نسخة اوبنتو برضو، ديت النسخ اللي هي مناسبة للموبايل ابليكيشن. طب لو احنا بقى سايبر سيكيورتي المجال بتاعنا يا عم الحاج، طبعا احسن نسخة للسايبر سيكيورتي
طبعا احسن نسخة بقى للسايبر سيكيورتي هي نسخة كالي لينكس، صح؟ نسخة كالي لينكس طبعا. بس نسخة كالي لينكس عشان تقدر تشغلها عندك يعني وتكون مستقرة جامد، يعني مش اقل من رامات 4 جيجا. ما هتزعلش مني يعني، مش هنتعلم، لا يا باشا اهدى، اتقل لو معاه 512 ميجا هتتعلم. اتقل كمل الفيديو. لو انت عايز حاجة اخف يبقى عندنا نسخة اسمها بروت، وبروت ديت معمولة بقى للناس اللي هي لسه بادئة كده والشغل خفيف ديت. النسخة ديت تناسبها. او نسخة تانية برضو اسمها بلاك ارك، ديت برضو نسخة مميزة جدا وكويسة جدا. طب انا واحد بقى عايز احمل كالي لينكس عشان خاطر احمي نفسي، انا لا داخل عايز اتعلم ولا عايز اعمل كارير شيفت ولا الكلام من ده، داخل بس كده عايز احمل نسخة بسيطة علشان خاطر احمي نفسي، او نسخة TAILS. النسخة ديت مناسبة جدا للناس اللي عايزة تحمي نفسها بس وتحمي الخصوصية. طيب لو انا بقى واحد بتاع جيمز وبتاع تطوير الالعاب والكلام من ده، يبقى احسن نسخة ليا هي ايه برضو؟ اوبنتو وBOBOS اللي هي بوب او اس، او بسميها بوبا والكلام من ده، ماشي؟ ديت النسخ ديت برضو احسن نسخ لبتوع الجيمز. طيب لو انا بقى شغلي مكتبي وعلى قد حالي، ولو انا معايا جهاز ضعيف خالص ميت، ايه اللي هيشتغل بقى في الحالات ديت؟ يلا بينا. لو انت بقى يا باشا شغلك شغل مكتبي بسيط كده وعلى قد حالك، يبقى عندك نسخة برضك اوبنتو، وعندك نسخة اسمها زيرون او اس او زيرن، حاجة زي كده يعني اسمها اتعرض قدامك اهوت. النسخة دي برضو كويسة جدا للناس اللي شغلها خفيف على الاخر. او نسخة تانية بقى اسمها لينكس منت، دي برضو نسخة كويسة جدا جدا جدا. طيب ايه هي بقى احسن نسخة للاجهزة اللي ميتة خالص او الاجهزة اللي تحت خالص؟ وهي نسخة البابي لينكس. نسخة بقى حتى بص من اسمها كده بابي. ما تتريقش. النسخة ديت خفيفة جدا للأجهزة الضعيفة، وبتشتغل بكفاءة عالية حتى لو جهازك 512 ميجا بايت. اتعلم عليه أي مجال أنت عايزه، هي النسخة ديت هتكون مناسبة جدا وكافية للغرض لحد ما ربنا يكرمك. كده أنا قلت لك إزاي تبدأ وازاي تتعلم، ماشي؟ الكلمتين اللي جايين دول مالهمش علاقة خالص، دول كلمتين بره لو عايز تقفل الفيديو يعني وتاخد بعضك وتمشي خلاص. بس نصيحة من القلب، ابدأ بأي إمكانيات معاك. مش لازم لما انت بقى زي على رأي الباشمهندس أحمد أبو زيد لازم يكون معاك الإمكانيات اللي هي بص بيرفكت 2 أو بيرفكت ماني، ولازم يكون معايا الجهاز أبو 50,000 جنيه. أنا لما جيت أنا بدأت شخصيا بدأت على الموبايل، وكان موبايل 8500 جنيه. انت متخيل يعني؟ أنا مش عايز أصدمك، أنا ما بكدبش عليك والله. كان موبايل ساعتها برضو عشان خاطر الواحد يكون يعني ايه عنده حق، ايوه على ما اظن كان ثمنه 1700 جنيه والله. موبايل ثمنه 1700 جنيه. هتيجي تقول لي طب ده شايل ايه؟ اقول لك كنت بحمل عليه لينكس. هو لينكس ايه؟ لينكس ينفع يتحمل على الموبايل ومن الموقع الرسمي. هبقى اعمل لكم فيديو عنها برضو للناس اللي معاها موبايلات هتتعلم. اللي عايز يبدأ يا ابن الناس بيبدأ. يعني انت مش عارف بصراحة انت ليه مش راضي تبدأ، بس يعني دوت الأحسن لك ولا المرمطة اللي انت بعد كده ممكن تشوفها مثلا يعني؟ او لما تستنى لما انت يكون معاك الامكانيات المناسبة لما انت ستك تجيب 30 سنة ولا تجيب 25 سنة؟ بص يعني مفيش حاجة هتيجي معاك بالسهل، خلينا نكون متفقين. والله يا ابني حتى لو معاك جهاز امكانياته عالية جدا، مفي حاجة هتيجي معاك بالسهل نهائي. اي حاجة هتاخد معاك وقت وهتاخد معاك صعوبة وهتطول فيها وهتكون رخمة، وعايز اقولك والله بص هتكون بنت جزمة، انا اسف في اللفظ يعني، هتكون بنت جزمة. فاللي مش هيبدأ ويطور من نفسه ويطور من مستواه في الانجليزي، عشان خاطر الانجليزي مهم جدا، هو اللي هيخسر والله العظيم يا ابني. ومفيش حاجة بقى اسمها الشغف، ولا انسى حاجة اسمها شغف. معلش لو حد بيتكلم اكبر مني يعني او اخويا الكبير يعني، معلش بقى مفيش حاجة يا ابني اسمها شغف. شغف دوت مين اللي اخترع الشغف يعني؟ لو في حاجة اسمها شغف معلش لو في حاجة اسمها شغف كان ابويا وابوك واي حد يعني من والدينا كده الكرام، او اي حد يعني من اهالينا الكرام ما كانوش يشتغلوا. يعني انت عايز تفهمني مثلا لما انت اهلك بينزلوا يشتغلوا هم بيكون عاجبهم ان هم يشتغلوا؟ يعني هم فرحانين ان هم رايحين يشتغلوا؟ لو هنمشيها بالشغف يبقى والله 95% من الاهالي ما هتنزل شغل، وبالتالي هياكلوا طوب. ده كفايه بس يا ابني ان هم بينزلوا يا ابني شغل بيكون شغل مرمطه. يعني انا جاي بقول لك ايه الشغف؟ شغف ايه يا ابو شغف؟ شغف ايه يا ابني؟ ده انت لسه في بدايه حياتك يا حبيبي. يعني هتتعلم ايه؟
مش شرط يا حبيبي ان انت تتعلم مجالات، عندك مليون مجال تاني، بس اتعلم يا ابني حاجه تنفعك لمصلحتك انت. يعني انت مش هتصرف عليا، خلينا متفقين، ولا هتصرف على اهلك، ولا اهلك محتاجين منك حاجه، ولا هتصرف على اي حد تاني. سيبك بقى من الكلام اللي انت بتسمعه بقى، التحفيزي والطاقه البشريه، وانت لازم تكون جامد، وانت لازم تكسر الدنيا، وكلام الدحيح، تبدا في الحاجه وخلاص. ايه انسى الكلام، مفيش حاجه اسمها من الكلام ده. باشا ما تعملش حاجه، انا اللي بقول لك اهو، ما تعملش حاجه، ومش لازم تعمل حاجه، انت الخسران برضه. هما بيقولوا لك كده ليه يا ابني؟ الناس اللي بتقول لك كده هي عايزه منك حاجه اصلا؟ هو ما حدش عايز منك حاجه يا ابني والله. اي حاجه هتعملها في الزمن اللي احنا فيه ده، فانت بتعملها لنفسك كده، حطها حلقه في ودنك، انت مش بتعمل حاجه لحد تاني. فوق وشوف انت بتتعامل ازاي، انت هتضيع والله العظيم. لما انا باجي اقول لك اتعلم، تيجي تقول لي شغف، اتعلم المجال ده. الشغف شغف ايه يا ابو شغف؟ ما عندكش شغف يا باشا، دوس في اي حاجه. مش احسن ما تتمرمط بعد كده وتطلع بشغلانات 5000 جنيه و6000 جنيه؟ انت اللي هتتمرمط في الاخر، وتبقى انت فعلا عايز تفضل في مكانك يعني. معلش، ماشي يعني. انا مش عارف بصراحة اقول ايه يعني، بس من اللي انا بشوفه شغفي ايه يا عم؟ واحنا بقينا في زمن اصلا بقى، يعني مش عايز اقول بقى زمن فيه، عشان خاطر محدش يزعل مني او الفيديو يتمسح، بس اظن ان انت فهمتني انا اقصد زمن ايه. ماشي، يعني لازم فعلا يعني الواحد يسترجل شوية في الحياة، لأن الحياة كده كده يعني الحياة مش سهلة، والحياة والله كلها ضغوطات، والحياة كلها مصاعب. وأنا عارف إن أنت ممكن تكون بتمر بظروف أنا معرفهاش، بس أنا بقولك أنا بدأت بالموبايل. عايز تبدأ ابدأ، مش عايز تبدأ برضك أنت حر. هتبدأ يا ابن الناس لنفسك، مش هتبدأ للناس اللي بتقولك ابدأ وخليك جامد. الناس دي مش محتاجة لك، لأن الناس ديت معاها فلوس تشتريك. ماشي، وبس كده. اتمنى اكون ان انت يعني استفدت من الفيديو، حتى لو معلومة بسيطة جدا. وبالنسبة لكالي لينكس، فاحنا ان شاء الله باذن الله احنا لسه هنمشي في الكورس. ماشي، وانتظر بقى الخرايط اللي جايه ان شاء الله باذن الله في مجال البنتريشن تيستنج، وهنتعمق بقى قوي. ماشي، وهنتعرف بقى على كل حاجه عن المجال دوت، وايه الفروع، وايه الادوات اللي انا المفروض استخدمها بقى ان شاء الله باذن الله. يعني هننزل لكم شروحات كتير جدا يعني. بس الواحد والله مضغوط، ربنا اللي يعلم. يعني البعض اللي عارف ان انا في ثانويه عامه فعارف ان انا مضغوط، بس ان شاء الله باذن الله يعني هنحل الفجوه ديت يعني. وان شاء الله باذن الله في فيديوهات عن قريب جدا هتنزل بخصوص المجال دوت يعني، فدوت تخصصنا في القناه يعني، واتمنى ان الواحد يكبر بيه. وبس كده، سلام.